السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي إليكم في هذا الفيديو الجديد الذي نتمنى أن تتفاعلوا معه من خلال الإعجاب والبارطاج. بالأمس، وكما يظهر لكم في عنوان جريدة الشروق الإلكترونية، ألقى رئيس الجزائر خطابا أو سماه خطاب الأمة أمام البرلمان الجزائري. لا يهمنا مسائلهم الداخلية ولا يهمنا ما يقوله عن وضعيتهم، ذلك شأن داخلي، ولكن عندما يذكر اسم المغرب فإننا طبيعة الحال نتفاعل. وقال في خطابه بالحرف: دعم الجزائر لقضية الصحراء الغربية ليس كرها لأشقائنا المغاربة. يعني أن رغم أنه أو ما يقوم به ضد المغرب فإنه ليس كرها للمغرب. بالله عليكم، من يقول هذا الكلام إنسان عاقل وواع ومتزن ويعرف ما يقول، يخبط خبط عشواء. ما يقوم به من دعم البوليزاريو منذ 1975 وما تقوم به الجزائر من عداء سافر وواضح وجلي وعلني ضد المغرب لا يعتبر كرها للمغاربة. إذن لو كره النظام الجزائري المغرب ماذا كان سيفعل؟ أكثر من طرد 350 ألف مغربي من الجزائر في 75، أكثر من تمويل عصابة البوليزاريو بالأسلحة والمال والدعم الدبلوماسي في جميع المنتديات العالمية. ماذا كان سيفعل من غير قطع العلاقات، إغلاق الحدود، إغلاق المجال الجوي؟ ماذا كان سيفعل من حفر الحفر ليسقط فيها المغرب ولكن لا تسقط فيها إلا الجزائر؟ ماذا كان سيفعل؟ بالله أجيبوني، هل هذا كلام منطقي معقول أن ما تقوم به الجزائر ليس عداء للمغرب؟ هناك من سيقول أنكم تتكلمون عن الجزائر. لا نتكلم عن الجزائر إلا عندما يذكر اسم المغرب، واسم المغربي يذكر كثيرا في الجزائر. إذن فالمغاربة سيرضون كثيرا عن الجزائر. إذن ما استفزني في هذا العنوان هو أن الجزائر في قضية الصحراء وما تقوم به ليس عداء للمغرب. أنتظر منكم جوابا وتعليقا، يعني ما هو العداء وما تفسير العداء لشعب كالمغرب. شكرا لكم، نتمنى البارطاج والمشاركة والإعجاب وكل شيء جميل من أجل دعم هذه الصفحة. شكرا لكم وإلى اللقاء.